السلام عليكم ورحمة الله. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فشكرا جزيلا ويسعد قلوبكم كل اللي كتب لي تعليق على آخر فيديو. أسعدني جدا وأسعدني انضمام كل الناس اللي انضمت للقناة. شرف ليا وجودكم ليا، وأتمنى أكون عند حسن ظنكم. فيديو النهاردة كله أفكار، حاجات هنجيبها كده زي ما بنقول كده بالبلدي لقطة، وأسعار حلوة قوي. فهنوريكم ازاي هنوظفها، وبرضك هنجيب مع بعض حبة حاجات. حقيقي النهاردة مشوار السوق ما كانش مقصود منه نزول. انا كل ما في الموضوع كنت نازلة اجيب طماطم طرية، يعني اعمل بيها شوية صلصة. فصدفتني كل الحاجات دي، وخصوصا ان كنا اخر النهار. مبدئيا دي كانت شروة سمك بربوني، لو قبلك ولقيتيه زي ما بيقولوا كده عليه جمبري الغلابة. بس حقيقي طعم طعامة، عايزة اقول لكم ان انا اول مرة اكله. يعني انا كنت بشوفه، بس بصراحة عشان صغر حجمه انا ما كنتش بجيبه. بس جربته، انتوا عارفين الغلا بنحاول ندبر امورنا باي حاجة. بس جربته ولقيته تحفة، الناس كتير شكرت في طعمه. مبدئيا كده بيتنضف ازاي؟ كل اللي بتعمليه بايديكي زي ما انت شايفة كده، الفيديو شارح نفسه. بطرف ايديكي كده بتبتدي تطلعي السفه بتاعه، وبتفتحي بطنه برضك بايدك. الموضوع يعني مش عايزه اقول لك مش متعب، لا هو متعب لانه صغير جدا. ففي الحركة دي انا بوريكي ان هو ازاي عملته. بس حطيت فرشة بقى وقعدت نضفته، طول معايا، عايزة اقولك قطم ظهري. تمام. عشان نبقى صراحة مع بعض، بس في الاخر هوريكي نتيجته ازاي هنخليه على الاكل مباشرة كده. وهوريكي ازاي تنضفيه وتخلي ريحته زي الفل. تعالوا تاني حاجة كده. انا كنت ماشية جنب بتاع الفراخ، لقيته ايه؟ عارفني، تعالي يا مدام في شوية وراك فاضلين، خديهم هريح لك في السعر. كان سعرها 65 جنيه الفراخ الوراك، لقيته حسبها لي ب60 جنيه. طلعوا كم؟ مش فاكرة وزنهم قد ايه بالظبط، بس المهم طلعوا يعني 4 وجبات، يعني عملوا 4 وجبات. طلعوا تقريبا 16 ورك بالظبط، ايوه 16 ورك. وبرضك البانيه كان سعره حلو جدا، كان عامل 130 جنيه. خدت 4 كيلو منه. 4 كيلو برضه كان قلت ايه، هتعتبر حاجات في التلاجة، حتى لو الفلوس لو خلصت موجودين. هوريكم برضه كل حاجة كده، حبيته معلش هو روتين كده. بس كله أفكار، انتوا عارفين كل اللي هو فيه أفكار. أنا بحب أقدمه مع بعض، حاجات بسيطة بس. يعني أنا واثقة إن فيهم حاجات هتعرفيها لأول مرة، وهتفيدك إن شاء الله. البانيه طبعا غسلته غسلة حلوة، وهجيب لكم كل حاجة بالتفصيل. بس مبدئيا كده شطفته شطفتين ونقعته. تعالوا بقى، هما دول كان شويه فلفل، بس مش دول بس. زي ما انتم شايفين كده وانا بشتري الطماطم، لقيت بقى البياع بيقول لي في شويه فلفل متكسرين تاخديهم. هم زي ما انتم شايفين فريش وكل حاجه، بس متكسرين. تمام. الفلفل عامل 12 جنيه، تخيلوا. هو بالظبط ده، انا كمان طلعت منهم حبه كانوا ناشفين حلوين، ينفعوا يشالوا يعني. فحطيتهم في الخضار الطازه اللي انا جبته واشتريته. بس دول كانوا مكسرين زي ما انتم شايفين، فما ينفعش يشالوا. فهنستغلهم نعمل بيهم ايه؟ هنعمل بيهم شويه كده هريسه خضراء. تمام. الفلفل الاحمر بنعمل بيها هريسه على طول، بس مستعبطين 28 جنيه و25 جنيه الحلو. فدي هتقضي الغرض. عايزه اقول لكم ان الكميه دي كلها تقريبا كيلو ونص. هو ادهم لي كلهم على بعضهم طلعوا كيلو ونص ب5 جنيه. الحاجه مش مجرد بس شراء وبس، الحاجه اللي تجيبيها وتعرفي توظفيها وتستفيدي بيها على قد ما تقدري، هاتيها وانت مغمضه. فمبدئيا كده ده موضوع الفلفل. هتجيبيه غسلته وكان مولع نار، انا كنت لابسه جوانتي على فكره من كتر الحراره اللي كانت فيه. انا اول مره اشوف الفلفل الكبير قوي ده يكون حراق بالمنظر ده. ده بلدي ريحته تحفه وحراق. فانا بقى قلت ما دام حراق استفيد بقى في الموضوع ده. زي ما انتم شايفين كده فرمته فرمه حلوه في الكبه. ما عندكيش كبه افرميه دقيه بالهون. فانا قسمت الكميه الاولانيه، خدت منها جزء من غير توم، والجزء التاني يعني جبت كده معيار راس توم. طبعا التوم ده متفرز في الفريزر، انا بشيله فصوص زي ما انتم عارفين. وطلعت شويه كده معيار راس توم على نص الكميه تقريبا او اقل من نص شويه. وبدات زي ما انتم شايفين كده احط التوم هنا، لازم اهرسه لان لو حطيته صحيح مش هيتفرم. تمام. فحطيته كده عشان اتاكد ان هو يتفرم كويس ويدوب كله مع بعضه. وهنا الكبه فرمته خليته عجينه في بعضه. تمام. ما عندكيش الكبه زي ما قلت لك، دقي كله في الهون وهيديكي نتيجه احلى بكتير. هجيب هنا برطمان ازاز، لان هنا اللي في العلبه اللي انا حطيته في العلبه الاولاني ده هحطه في الفريزر. وهحطه في الفريزر وهستخدمه بقى خلطه ممبار، خلطه محشي، يبقى تحفه. دوت اللي فيه توم هحطه على رف التلاجة عشان احفظه ما يحصلوش عفن مع مرور الوقت. هحط له معلقتين زيت.
تمام كده، وهغطيه وهحطه على رف التلاجة يقعد معاكي الى ما شاء الله. ما تخافيش مش هيحصل له اي حاجه. وتعالوا شويه اللي نحطهم في الفريزر. دي بقى زي ما قلت لك، الاولانيين بقى خلطه، اي خلطه فيها توم فلفل وتوم خدي منه معلقه. ده حطيت له هنا معلقتين زيت عشان لما اجي اطلعه ما يكونش كده ايه، قافش في بعضه، اعرف اخد منه معلقه كده بسلاسه. تاخدي بقى منه معلقه للمحشي، خلطه ممبار، تتبيله، اي تتبيله فيها فلفل خدي منه. طبعا مش هتشطه، طعمها حلو جدا. 5 جنيه عملنا بيهم الكميه الحلوه دي. حد هيهاجمني في التعليقات ويقول لي ايه القرف ده، بتستخدمي فلفل متكسر ومش عارفه ايه والكلام ده كله، اقول لك اه الشطره تغزل برجل حمار، بالبلدي كده. تمام، خش بقى على اللي بعده. تعالوا بقى هنا شويه طماطم الطراي، غسلتهم غسله حلوه وحطيتهم. كل ما عملته غسلتهم وحطيتهم من غير ولا نقطه ميه، وسبتهم على نار عاليه في الاول كده. وحطيت لهم هنا حوالي كده بالويم معلقتين ملح كبار، والملح هنا ماده حافظه زي الملح اللي حطيته بردك في الهريسه، ماده حافظه ليه، الملح بيحفظ اي حاجه. تعالوا بقى هنا بعد ما هدي حيلي طبعا، بس حطيت له فرشه وقعدت. فانت لو هتجيبي البربوني ده، عايزه اقول لك اه صح، سعره كان 50 جنيه، فهم عشان كانوا اخر شويه مع بعض كده ال3 كيلو، حسب لي الكيلو ب 40 جنيه بس، فالتلاتة ب 120 جنيه. حلو جدا، مش محصل تمن نص كيلو جمبري. وطعمه اقسم بالله طعمت الدنيا فيه. هو تنظيفه سهل جدا، ما فيهوش يعني، مش عايزه اقول لك تنظيفه صعب، سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه، مش محتاج اي حاجه حد منك، تقعدي كده بايدك كده تنظفيه. بس كله في الموضوع لما تجيبيه، لو لقيتيه وحبيتي تجيبيه، انا بقول لك اه جميل، بس ما تعمليش حاجه في اليوم ده الا ان انت بس هتنضفيه. او لو جايبه كميه صغيره كيلو ولا حاجه عادي ما فيش مشكله، انما جايبه زي كده 3 4 كيلو، لا خلي اليوم ده بتاعه لوحده، ما تعمليش اي حاجه تانية معاه. فكان دربكه بقى بالنسبه لي، عملت كذا حاجه، فهو ده اللي هديني وتعبني. بصي بقى، غسلته مره واتنين وشطفته كده بعد ما طلعت كل الزفره اللي فيه واتاكدت ان هو زي الفل. حطيت شويه ملح، طبعا مش شويه اللي انتوا شايفينهم دول، كان الكيس خلص. جبت كمان معلقه، يعني حطيت معيار معلقتين ملح كبار كده، وليمونه كبيره كده، وعصرتهم وسبتهم بقى يتنقعوا فيه عشان انا عايزه اشيله على الاكل على طول، اطلعه للاكل. طبعا الوراك او شفتوها اول ما جبتها كانت عامله ازاي، كانت طبعا في المحلات الوراك بقى عشان خاطر توزن بيسيبوها بكل العبل اللي فيها. فطبعا زي ما انتم شايفين نضفتها وخليتها زي القشطه، وما بين الجلد واللحم كده خليته فله. انسي بقى الزفاره وخديها بقى قاعده مني، انسي اي حاجه بتحطيها. كلتي برتقان كده، كل البرتقان جيبي لي كده شويه قشر يكونوا مغسولين وتروحي حطاهم في الفراخ. فراخ اي طيور عندك حطيها، وقولي لي باي للزفاره، وادعي لي دعوه حلوه لما تنسي الزفاره خالص. البرتقان عايزه اقول لك بيدي ريحه، بيخلي الفراخ قشطه. ونحط كده معلقتين ملح وننقعهم كده قيمه نص ساعه كده قبل ما نفكر نشيلهم. يبقى احنا كده هنغسلهم غسله حلوه، ولما نيجي نستخدمهم كل اللي عليكي ان انت هتطلعيهم من الفريزر بتلجهم، ما تستنيش لما يفكوا الميه تغلي تسقطيهم فيها. تمام، بس هتخليهم فله. يعني عايزه اقول لك جربي الطريقه دي. لو انت بقى بتبقي جايه مستعجله وعايز، لو انت موظفه وبتبقي جايه مستعجله على الاكل، مجرد بس تطلعيها تعملي الحركه دي وتطلعيهم على الاكل على طول. تمام. او في يوم مستعجله عندك دربكه وعايزه تعملي اكل، مش هنغسل فراخ، احنا هنطلع بس على طول على الشوربه على طول. تعالوا هنا بقى البانيه، زي ما انتم شايفين حطيته في اطباق بعدد الوجبات. انا خليت الطبق اكتر من نص كيلو شويه، يعني ال4 كيلو قسمتهم على 7 طبق بس. تمام، مغسول وزي الفل ومنقوع قشطه زي ما انتم شايفين كده. مجرد بس اطلعه يفك، والخلطه بتاعته شايلاها في الفريزر في علبه، باخد منها معلقه معلقتين على حسب الكميه واقلبهم في بعض وخلاص. يعني حاجات كده سهله وسريعه. وادي البربون قسمته على 3 طبقات، وسبت شويه عشان اوريكم شكلهم عامل ازاي، زي ما انتم شايفين على الاكل على طول. تعالوا بقى هنا واعتبريها دي يا ست. بصوا حبايب قلبي، كلنا بناكل في بيوتنا. اوعي تفتكري ان كلب الشارع ده ولا قطة الشارع بتعرف تتصرف، لا ابدا خالص. انت بقى تنضفي فراخ كده، اللي تنضفيه ما ترموش في الزباله بدل ما يعمل ريحه وحشه. انت حطيه كده في علبه ولا في اي حاجه ونزلي لي الكلاب بتاعت الشارع، هينوبك ثواب. بس انا بعمل كده على طول بصراحه. تعالوا بقى، ده مش جمبري، هو ده البربوني. انا هنا وريته في شكله عامل ازاي، طعم طعامه، وعايزه اقول لك طري من جوه ومقرمش من بره كده، ولونه شبه الجمبري. تمام، جربيه وان شاء الله ان شاء الله هبقى اعمله معاكم. انا حبيت بس اوريكي شكله، اللي عايز ولاقيه وحب يجيبه قد ايه هو بيبقى جميل جدا. اكله لطيفه ولذيذه حلوه جدا، يعني حاجه كده للأزأزة. هو مش، انا عن نفسي هعمله جنب سمك،
مش هعمله أكلة أساسية. اللي لسه معايا أتمنى يكون حط اللايك للفيديو، ولو مشتركش في القناة يشترك في القناة، ودمتم في رعاية الله.